مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاستكم المفضل طريق وسيارات. أنا المهدي، واليوم عندنا واحد الموضوع تيشغل بال أي واحد يلا خدا رخصة السياقة. أش من طوموبيلة نشري؟ واش نشري سيارة قديمة ولا جديدة؟ واش نشريها بالكريدي ولا بالكاش؟ واش نشريها إيسانس ولا مازوت؟ يعني هاد السؤالات هادو كيديروا لنا واحد الغموض اللي هو كبير بالنسبة للناس اللي يلا خدات البيرمي. هاد الأسئلة كاملة غنجاوبوا عليها اليوم، وغنعطيك خلاصة تجربة سنين باش تختار السيارة ديالك بكل سهولة. خليك معنا لأن هذه الحلقة أتهنيك من بزاف ديال الحيرة. أول حاجة، شحال عندك ديال الفلوس؟ كاين واحد الإشكال أن بزاف ديال الناس ملي كيبغيو يشريو الطوموبيل كيشوفوا غير ثمن ديال الشراء وكينساو بزاف ديال المصاريف اللي كتبع السيارة. خاصك تفكر في الميزانية الإجمالية يعني في البداية وحتى من تكون عندك السيارة. ثمن ديال الشراء هنايا كنهضروا على جوج ديال الاقتراحات. يا اما غادي نشري يعني سيارة اللي هي بالكاش، سواء غادي تكون مستعمله ولا جديده، ولا غادي نقسط. وهنا شركه ديال اللي كدير التقسيط هي شركه التمويل اللي معروفه يعني مع الابناك. كاين مساله اخرى اللي هي التامين كيكون غالي بالمقارنه من المبتدئين على المحترفين، على حقاش كدير دي زاسيورونس زايدين، يعني دي زاسيورونس سوبليمونتير اللي هما كيقدروا يحميوك انت اكثر باش ما تزيدش تخلص من جيبك الا تقاست لك السياره ولا شي حاجه. وهنا كيكون تقريبا الثمن ما بين 4000 حتى ل 7000 درهم شهريا. الضريبه على السيارات، يعني بالنسبه للسيارات اللي ليسونس كيبداو من 350 درهم تقدر توصل حتى 700 درهم. في السيارات اللي هما مازوت في السا ديال الخيل وتقدر تكون 800 درهم ولا حتى اكثر، يعني كل ما طلعتي في الخيل كيكون الضريبه طالعه. مساله واحده اخرى، كاينه مصاريف الصيانه الدوريه اللي كتبدل فيها الفلترات ديال المازوت ديال ليسونس ديال الزيت، يعني واللي هي كتكون كل 10000 كيلومتر ولا كل 6 شهور. يعني هذه حتى هي كيخصنا ناخذوها بعين الاعتبار. المساله المهمه اللي هي لا كونسوماسيون جورنيه اللي هي المازوت اللي هو استهلاك الوقود. هنايا فين كيشكل ليا الاختيار ديال السياره فارق كبير. الا كنت عندي كيلومتراج يعني قليل، كنديروا قليل في قلب المدينه ولكن كنسافر بزاف، هنا كيكون يعني اختيار المحرك ديال الديازل اللي هو المازوت هو الاختيار الصحيح، على حقاش الطوموبيله ما غادي تاكلكش المازوت بزاف وما غاديش تكرفس لك بزاف. الا كان العكس، يعني انا كنتمشى كيلومترات قلالين في وسط المدينه وما عنديش سفر بزاف، هنايا الاختيار ديال المحرك ديال ليسانس كيكون اختيار صائب، على حقاش ما كينقص عليك من الاستهلاك، والبياس ديال ليسانس تيكون رخيص مقارنه مع البياس ديال المازوت. هنايا ندخلوا في صلب الموضوع يعني وغنتعمقوا فيه. هنا كيبدا الاختيار تيوضح لينا وكيخصنا نعرفوا شنو بغينا. واش غنختاروا سياره مازوت ولا سياره ايسونس؟ اغلبيه ديال الناس كتقول بان المحرك ديال ليسانس كياكل اكثر، يعني فيه واحد الاستهلاك اللي كثير وكيطيح غلا من سيارات المازوت. الجواب ماشي ديما اياه، هنا غادي نتعرفوا عليه، تبعوا معنا. المميزات اللي كاين في المحرك ديال ليسانس يعني في الاختيار ديال السياره ايسونس، اول حاجه هو الثمن الشراء تيكون ناقص. ثاني حاجه هو ان البياس ديالها تتلقاها بشكل كتير وتيكون رخيص وتتصلح للطراجيات الصغار. بالنسبه للناس اللي كتمشي في وسط المدينه كتصلح في الطراجيات الصغار اللي ما كيضربوش مسافه كبيره، وهنايا مزيانه ليهم. بالنسبه للعيوب اللي كاين في المحرك اللي هو ليسانس، هو ان الثمن ديال ليسانس طالع مقارنه بالمازوت. ثاني حاجه هو انه ما كيصلحش بالنسبه للناس اللي عندها مسافات كثيره، يعني اللي كيتعدى 20000 كيلومتر يعني في العام ما تيصلحلوش موتور ديال ليسانس. علاش؟ لان كيخصو شي حاجه اللي غادي تكون كتمشى وما تكونش كتستهلك بطريقه كثيره. انتقلوا للمحرك الثاني اللي هو الديزل اللي هو المازوت. اول حاجه الميزات اللي فيه هو اول حاجه انه غالي، يعني مقارنه اللي جينا نحسبوه في الكيلومتراج اللي غنضربو تيبقى غالي في الشراء. وثاني حاجه هو انه فيه الاستهلاك ديال الوقود اللي هو قليل. يعني هادو بالنسبه للمميزات. بالنسبه للعيوب اللي فيه، اول عيوب هو الاصلاح ديالو المحرك مازوت هو تعتبر غالي مقارنه بالليسانس.
ثاني حاجه بمجموعه هاد المشاكل اللي كتحدث على مستوى الفلترات، منهم الفلتر بارتيكول اللي هو مشكل اساسي كيعانيو منه يعني الناس كامله اللي عندها المازوت، اللي هو الفاب اللي كيخلي انه يتخنق الكاتاليزور وتيخصك ساعه ساعه تولي تسرح الفلتر بارتيكول. هو باش نخلصوا هذا الشيء بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم يعني مسافات اكثر من 20,000 كيلومتر في العام، من الافضل لهم ان ياخذوا محرك مازوت. وبالنسبه للناس اللي كتكون عندهم مسافات اقل من 20,000 يعني كيبقى ليسونس راه هو اساسي ومزيان، غير هو كنشوفوها اون كونسيدراسيون واش عندنا السفر والمسافات الطويله ولا رحنا غنمشيو يعني غير في وسط المدينه. اذا اللي كنت كنمشي في وسط المدينه وعندي اقل من 20,000 كيلومتر في العام، ليسانس راه مزيان ليا واقتصادي جدا. الا كنت كنسافر بزاف وكنشد طريق طويله كيبقى المازوت هو الاختيار يعني اللي هو مزيان، وكذلك راه غينقص لك من الكونسوماسيون ديالو. دابا من بعد ما تعرفنا على هذه المسائل كامله كتبقى لنا واحد الحاجه اللي هي مهمه، شنو هي السياره اللي غنختار؟ يعني هاد السياره اللي غنختارها شنو هي من بعد ما عرفت هاد الشيء كامل؟ هنا كنطيحوا في واحد الاشكال، انهم بزاف ديال الناس تيبغيو يشريو سياره يعني كبيره وزوينه باش وتكون بالنسبه لهم هي اول سياره باش يبانوا بها وباش زعما يحققوا بها زعما المبتغى اللي هما بغاو. وهنايا كنتصادموا مع الواقع اللي هو كيخصك سياره صغيره باش دير مناورات ديالك سهله، باش تلقى بلاصه فين تستالي، باش تمشي يعني ما تكونش عندك صعوبه في الاقلاع. يعني هاد المسائل كامله كنتصادموا في الواقع. يعني من الافضل اننا ناخذ سياره صغيره في الحجم ديالنا على ما نطلقوا يدينا مزيان، ديك الساعات كنتقلوا السياره اللي هي اكثر منها في الحجم. غنذكروا بعض الامثله. السياره الاقتصاديه كيبدا الثمن ديالها من 40 حتى 70 الف درهم، يعني ما بين 4 المليون و 7 المليون. هنايا اول سياره كطيح لنا في البال ديالنا هي الداسيا السانديرو واللوغان. المميزات اللي كاينه في السانديرو هي واللوغان هي انها الاستهلاك ديال البنزين كيكون قليل، ثاني حاجه البياس ديالها موجود، ثالث حاجه هي انها يعني تتلقاها بزاف متوفره في السوق. عندها مجموعه ديال العيوب، هو انه الموتور اللي فيها مزيان ولكن الكاروسري ضعيف مقارنه بالموتور، يعني الموتور ديالها صحيح ولكن الكاروسري ديالها يعني الحمايه ديالك الله يستر في شي ضربه كتكون يعني نقولوا قليله حتى المعدومه. النوع الثاني هو الكليو جوج والكليو ثلاثة. الكليو جوج والكليو ثلاثة مميزات اللي فيها انها عندها مظهر زوين شبابي يعني مزيونه. بالنسبه للعيوب اللي في الكليو شنو هما؟ هو فيها بعض المشاكل ديال الالكترونيك اللي كتظهر يعني كل ما السياره قدامت. البيجو 206 و 207 مظهر زوين شبابي كذلك. بعض العيوب اللي كاينه فيها بعض المشاكل في الكهرباء في الموديلات القدام. كيبقى لنا النوع اخر اللي هو كيا بيكانتو و ايديس. بالنسبه لهاد الكيا بيكانتو والايديس هما سيارات صغار بالنسبه للناس اللي كتمشي في وسط المدينه، يعني ما عندهاش الصفر، يعني ما كتصلحش للصفر لان الموتور ديالها صغير بزاف. من لي زافونتاج الاخرين اللي فيها سهله في السوقان، سهله في الباركيه لان الحجم ديالها صغير ماشي كبيره. وكذلك من ضمن العيوب اللي فيها انها قلنا ما كتصلحش للصفر، يعني ما كتصلحش تمشي فيها بواحد يعني بواحد السرعه لان الاداء ديالها ضعيف والكاروسري ديالها صغير. دابا انتقلوا للسيارات اللي تقدر تشريها ما بين 70 الف درهم حتى 120 الف درهم. من السيارات اللي تقدر تشري من 70 حتى 120 عندنا الكليو 4 وعندنا الكليو 5. من ضمن المميزات اللي فيها انها سياره شبابيه، مظهر لائق، الداخل ديالها زوين، فيها كوكبيت، يعني سياره ما عندك ما تقول فيها مزيان. لي زافونتاج اللي فيها ذكرناهم. العيوب اللي فيها بعض المشاكل اللي كاينه في اللي كانت قديمه السياره في الكهرباء. وكاين واحد العيب اخر اللي هو الثمن ديالها شويه طالع تكون مقارنه مع السيارات اللي ذكرنا في الاول. ننتقلوا للنوع الثاني هو الدوسويت سياره زوينه صغيره من ناحيه ديال الديزاين ديالها الاكستيريور مزيان، ديزاين انتيريور مزيان، كلها مزيان. كننتقلوا للبولو الفولكسفاغن بولو. هنا كندوزو الصناعه الالمانيه، كتعتبر سياره يعني صحيحه واللي هي فيها 8 ديال الخيل، صالحه للاستعمال يعني في وسط المدينه وخارج المدينه. تيبقى المشكل اللي فيها انها غاليه شويه والبياس ديالها يعني الا بغيت نصلح شي حاجه
البياس الالماني مقارنه بالصناعه الكوريه والصناعه الفرنسيه كتبقى الثمن ديالها مرتفع شي شوي. كتبقى لنا واحد النصيحه ذهبيه: من تبغي تشري اي سياره مستعمله من الافضل انك تدي معاك ميكانيكي تكون كتثق فيه، يعني تكون كتعرفو، يعني معرفه ديال صديق ديالك ولا شي حاجه، ماشي كتطلقها في الزنقه وتقول له يلا قلب معايا هاد السياره هادي. يعني خصك تكون كتعرفو، كتمشي تقلبها، تدير لها سكانير، كدير لها دياغنوستيك، وديك الساعات كتشوف الساشي ديالها وكتشوف بيسرينا، كتشوف المسائل كامله. عاد ديك الساعات ما تتخلص حتى شي فرنك. عاد ديك الساعات كتمشي تتكاتب مع السيد وكتيسر الامور. وحنا على ابواب نهايه الحلقه ديالنا ما ننساوش اننا الناس المين كيبغيو يسوقوا كينساو بانهم يعني يلاه كيخداو البيرمي، وكيخصهم يكونوا كيسوقوا بيقظه كثيره وبالحذر باش يتجنبوا يعني حوادث السير، سواء ليهم ولا الناس اللي غيتقاسوا معاهم. انت يلاه شديتي البيرمي ديالك، يعني كيخصك تكون عندك ملم يعني بسياقه بشويه، خصك تصبر، كيخصك تزيد من مسافه الامان، ما تخدمش التليفون ديالك، ما تمشيش بالجهد، خلي مسافه الامان كثيره. من الافضل انك تدرب على الباركينغ، انك ما تمشيش يعني تسطالي في البلايص العامرين بزاف، يعني خذ وقتك، سير البلاصه خاويه، دير ستاسيونمون ديالك بشويه عليك، عاودها وعاودها وعاودها هكا، باش ملي كتفاجئ انت في شي موقف اللي كيكون فيه الزحام ما كتلقاش راسك يعني نتايا يعني باذل بزاف ديال المجهود. وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالكم بودكاست طريق وسيارات. نتمنىو تكونوا استفدتوا من هاد النصائح اللي غتعاونكم بزاف باش تشريو سيارتكم الاولى في المغرب. تذكروا مزيان ان اهم حاجه هي الامان وراحه البال. ما تسرعوش في القرار، فكروا مزيان واستشروا الخبراء. كان معكم مهدي، نتلاقاو في حلقه جديده وموضوع جديد، والسلام عليكم.